عطفه مات. لا، انا لسه طالع من الميه. ده فظيع. لا هو كان كده، انا ما شفتوش، ما كنتش اعرف، كنت واقف جنبه على طول. في يوم غائم في ديسمبر في خليج هافمون كاليفورنيا، كان فيه ضباب مخيف مغطي الصخور السوداء اللي طالعة من المحيط الرمادي المتقلب. الريح كانت بتعوي وهي بتضرب رؤوس الأمواج البيضاء وبتخليها هائجة. مارك فو ظهر من الضباب وهو راكب لوح ركوب الأمواج بتاعه، وكان بيطفو ناحية جدار مياه لا نهائي بيجري ناحية الساحل. الموجة بدأت تعلى وتعلى كأنها ناوية تلمس السماء. مارك لف وبدأ يجدف بكل قوته وضبط مكانه عشان يركب الوحش المائي ده. قفز على رجليه في اللحظة اللي الموجة بدأت تلف فوقيه وتحولت لنفق عميق. مارك ما كانش يعرف وهو بيجري ورا الموجة دي لارتفاعات ما حدش يتخيلها إن النهاردة هيكون آخر يوم في حياته. أنا عموما بخاف من الأماكن العالية وبخاف من السرعة وما بحبش قطارات الموت، وكمان بخاف وأنا راكب حصان يعني. بس ما فيش موجة قابلتها قبل كده خوفتني أدخل المية زي دي. مارك فو كان عنده 10 سنين لما عائلته من سنغافورة استقرت في هاواي، وهناك تعلم السباحة لأول مرة، وبدأ شغفه اللي استمر طول حياته بركوب الأمواج. في الويك أند أبوه تشارلي كان بياخد مارك وإخواته بالعربية إلى الساحل الجنوبي لاواهو. كانوا بيقضوا اليوم كله بيلعبوا في المية الدافية الزرقاء وبيركبوا الأمواج الهادية لحد ما يوصلوا للرملة اللي بتلمع. في الويك أند السعيدة دي من طفولته، مارك اتسحر بالبحر تماماً. بعد سنتين قصيرين عاشهم في الجنة دي، عائلة فو انتقلوا للغابة الخرسانية الباردة في واشنطن العاصمة. مارك كان محطم، اتسحب من ملاذه الاستوائية. راحت الأيام اللي كان فيها عايش من غير هم، والشمس على ظهره والمية على جلده. في واشنطن العاصمة كان دايماً حاسس بجذب المحيط له، نداء مستمر من الأمواج اللي كان نفسه يركبها. وهو عنده 14 سنة، ومن كتر شوقه لصوت البحر مارك هرب على فلوريدا، ولمدة كام أسبوع كانوا من أجمل أيامه. حس فيهم بالحرية تاني، وقضى أيامه تحت الشمس بيركبوا الأمواج على الساحل، لحد ما أهله القلقانين قدروا يلاقوه في الآخر. هم ما قدروش يفهموا إزاي البحر كان بيجذبه كده، لكن في الآخر استسلموا ورجعوا العيلة كلها لهواي لما مارك كان عنده 16 سنة. مارك رجع للحياة تاني لما رجع لبيته الحقيقي في هواي. كان شكله بينور كده كأنه بياخد طاقته من شمس الجزيرة، ودلوقتي بقى سباح قوي وراكب أمواج ماهر. مارك كان بيقضي كل لحظة فاضية في إنه يتمرن ويختبر مهاراته في البحر اللي كان مفتقده قوي. بعد ما تخرج من مدرسة روزفلت الثانوية قبل ميعاده بسنة وساب حفلة تخرج عشان يركب الأمواج، مارك بدأ يشارك في الجولة العالمية لراكبي الأمواج المحترفين سنة 1977 وهو عنده 19 سنة بس. مع إنه كان مبشر، عمره ما وصل لترتيب أعلى من 66 على مستوى العالم في فترة منافساته. الأرقام والحكام ما قدروش يقيموا موهبة مارك الفطرية وشغفه. أسلوبه الإبداعي والمبتكر ما كانش ليه قيمة في ساحة المنافسة الجامدة دي. وفي أوائل الثمانينات مارك قرر يسيب المنافسة لأنه ما كانش راضي عن الطريق ده. كان عايز يكسر الحدود ويركب الأمواج، مش علشان الدرجات لكن علشان الإثارة الخام من تحدي قوة المحيط. مارك دايما كان منجذب للأمواج الكبيرة، وكان بيحس إنه عايش بجد لما يحط جسمه في مواجهة جدران المية العملاقة. دلوقتي بعد ما تحرر من قيود المنافسة اتبع شغفه. مارك انتقل للساحل الشمالي لآواهو اللي هو مركز ركوب الأمواج الكبيرة، وده كان المكان المثالي لأسلوبه الجريء والسلس. مارك واجه موقع ركوب الأمواج الشهير في خليج ويميا بمهارة ورشاقة وثبات. كان بيعمل لفات جريئة فوق وتحت على وجه الأمواج العملاقة، وبيمزج بين القوة البدنية والفن. الحرس القديم لاحظ الشاب الجريء ده اللي قدر يثبت نفسه في موقعهم لركوب الأمواج. مارك كان بيكسب احترامهم بصبر. في سنة 1983 هاواي اتعرضت لأمواج شتوية نادرة الحدوث وجذبت الجماهير عشان يشوفوا الأمواج الغريبة دي. مارك شاف إنها فرصته يصنع التاريخ. في 18 يناير مارك دخل البحر في وايميا وحاول يركب موجة عملاقة أكثر من 6 قدم كانت هتكسر رقم قياسي في موسوعة جينيس. مارك نزل على وش الوحش الهائج
لكن لوح التزلج بتاعه اتكسر من الضغط الرهيب. مارك اتقلب زي العروسة القماش جوه دوامة الموجة. المية الساحقة سحبت الهواء من رئتيه بشكل متواصل وقاسي، وأول ما بدأت رؤية مارك تضعف وصوت الموج العالي يهدى، جسمه الواهن اتسحب من البحر بواسطة هليكوبتر إنقاذ. مع إن مارك ما قدرش يغلب الموجة الأسطورية في اليوم ده، شجاعته كانت أسطورية. نجاته من حادثة السقوط الكارثية دي على إيد عملاق غاضب ثبتت سمعته كأسطورة في عالم ركوب الأمواج. مارك عبر عن فلسفة حياته بشكل مثالي بعد تجربته القريبة من الموت. لو عايز تعيش أقصى إثارة لازم تكون مستعد تدفع أعلى ثمن. دي هتكون طريقه فخمه للموت يعني، دي فعلا طريقه عظيمه يعني، انا نفسي اموت بالطريقه دي. الكلام ده طلع نبوءة. كاريزما مارك وستايله الجذاب قدام الكاميرا ساعدوا كمان في شهرته. بقى موضوع مفضل لمصوري ركوب الأمواج، وطلع على أغرفة مجلات أكثر من بعض أبطال العالم. مارك كان فاهم قوة الإعلام كويس. وهو طفل لما كانت عائلته عائشة بعيداً عن أي بحر، كانت مجلات وأفلام ركوب الأمواج هي شريان حياته، وخلته يقدر يرتبط بالرياضة اللي بيحبها. ودلوقتي استخدم التأثير ده عشان يحقق حلمه. بقى بياخد فلوس من الرعاة بس عشان يركب الأمواج. ومارك كان بيطارد الأمواج حوالين العالم: هاواي، كاليفورنيا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، بيرو. في أي مكان كانت بتطلع فيه إشاعات عن موجات عملاقة كنت تقدر تراهن إن مارك هيكون هناك قريب. في أوائل التسعينات كان مارك معروف على نطاق واسع إنه واحد من أحسن راكبي الأمواج الكبيرة في العالم. لكن حتى مارك نفسه ما كانش يعرف لسه عن الموجة اللي هتصنع مسيرته، موجة مافريكس، اللي موجودة في قبلة غير متوقعة لراكبي الأمواج في شمال كاليفورنيا. موجة مافريكس كانت سراً محفوظ بعناية لعقود. المكان البعيد والصخري ده ما كانش ينفع توصله غير برحلة خطيرة وصعبة. الأمواج هناك كانت باردة وقاسية زي الطبيعة نفسها. جيف كلارك ابن المنطقة كان بيركب الأمواج لوحده هناك لمدة 15 سنة قبل ما يكشف سرها للعالم في أوائل التسعينات. لما خبر الموجة دي اللي جاية من الأعماق واللي ممكن تنافس ويمية وصل لمجتمع راكبي الأمواج، مارك عرف إنه لازم يكون من أوائل الناس اللي روضوا الوحش ده. ده كان نوع الخبر اللي بعض راكبي الأمواج العملاقة بيستنوا سنين عشان يسمعوه، ونوع الموجة اللي كتير منهم كانوا مصممين يركبوها رغم الخطر. في 22 ديسمبر 1994 مارك سافر جوا من هاواي لسان فرانسيسكو في رحلة ليلية. اليوم اللي قبله جالهم خبر إن موجة نادرة بتحصل مرة في العمر هتضرب مافريكس. دي كانت فرصته. مارك كان معروف إنه بيدرس أنماط الطقس كويسا جدا، واختياره المدروس للموج كان دايما بيكافئه بأمواج تخطف الأنفاس. بس لما وصل يوم 23 اتصدم لما لقى الموجة نزلت بسرعة جدا خلال الليل. الأمواج الهادرة زي الرعد اللي كانت ظاهرة اليوم اللي قبله وبتوصل ل50 قدم صغرت وبقت ارتفاعها حوالي 25 قدم بس. الأمواج دي كانت لسه ضخمة بالنسبة للمعايير العادية، بس مارك كان ركب أمواج أكبر من كده في وايمايا. مارك ما كانش من النوع اللي بيتهرب من أي موجة تيجي قدامه، فجهز نفسه عشان يركب الأمواج برضه. وكان معاه في مواجهة الظروف الخطيرة دي راكبي الأمواج العملاقة، كان براتشو، بروك ليتل، ومايك بارسونز، وكمان المصور روبرت براون عشان يوثق إنجازاتهم. المجموعة كانت بتراقب الأمواج المرعبة من على المركب اللي استأجروه لحد ما وصلوا مافريكس، وكانوا بيحمسوا نفسهم للمعركة اللي جاية. أول ما قرروا يطلعوا يواجهوا المية الهائجة ما كانش فيه رجوع. مايك بارسونز كان أول واحد حاول وبدأ يجدف بلوح التزلج بتاعه عشان يعدي منطقة تكسر الموج. كان بيحاول يحافظ على سيطرته وهو بيتعرض لهجوم من الأمواج من كل ناحية، وكانت الأمواج بتقع عليه بقوة كأنها 1000 شاحنة. بعد معركة يائسة استمرت 20 دقيقة مايك استسلم، وسمح للجيسكي ينقذه من المية المتلاطمة ويرجعه بأمان نسبي للزورق. كين براتشو كان التالي اللي جرب حظه وقلل من خطورة التيارات الساحبة اللي بتدور تحت السطح المتلاطم. الرباط بتاعه اتعلق في صخور تحت المية واتسحب بقوة عنيفة لتحت، والأمواج العنيفة منعته يهرب. ولثواني طويلة كان محبوس تحت المية لحد ما قدر في الآخر يفك نفسه، وكان مرعوب بس من غير إصابات.
رغم اللي حصل لصاحبه، مارك كان متحمس ومش قادر يصبر عشان ينزل وسط العمالقة اللي سافر المسافة دي كلها عشان يركبهم. بروك اتبع مارك وبدأ يجدف بعده بساعة لما الموج بدأ يهدي شوية. كانوا بيتبادلوا الأمواج وكل واحد فيهم بيشجع التاني إنه يعمل حركات جوية أكثر جرأة على جوانب الأمواج الضخمة دي. بعد ساعة من اللعب على الحافة وقرب الوقوع في مصيبة، أصحاب مارك قرروا ينهوا اليوم. وفي الوقت ده مارك اختار موجة شكلها هادي وطولها حوالي 20 قدم عشان ينهي جلسته، وده كان بعيد تماماً عن موجات 50 قدم اللي الراكب الرياضي الخبير ده قدر يتغلب عليها قبل كده. الركاب التانيين كانوا مشغولين بيرجعوا الجيتسكي بتاعهم وبيجمعوا معداتهم بعد معاركهم المرهقة مع البحر. قعد حوالي 90 دقيقة قبل ما القلق ينتشر إن مارك مش موجود ومحدش عارف هو فين. مارك فين؟ عارف؟ شفت مارك وانت راجع ناحية الشاطئ أو انت خارج؟ أصحابه تجننوا وهم بيدوروا على أي علامة لصاحبهم المفقود وانتشروا يدوروا عليه. بعد دقائق مؤلمة ظهر جثة مارك أخيراً على بعد ميل على امتداد الساحل، وتسحبت للميناء اللي محاط بمنحدرات عالية. لما مركب خفير السواحل لقد جسده الهامد طافي وسط أعشاب البحر، كانت النوارس فوقهم بتصرخ بصوت حزين. أصحاب مارك ما كانوش مصدقين إن رجل عنده خبرة كبيرة في ركوب الأمواج زي ده ممكن يختفي فجأة من غير ما حد يحس. أنا انتقلت من إحساس بالنشوة الشديدة إني نجيت من اللي حصل في اليوم ده لإحساس بالحزن والهبوط عمري ما حسيت بيه قبل كده. تجاربهم السابقة مع الموت في اليوم ده بقت دلوقتي بتنذر بشكل مخيف بالمأساة اللي هتحصل. الأمواج اللي كانت باينة من الشاطئ كانت شكلها صغيرة بشكل خادع بسبب خداع بصري. أمواج مافريكس تتكسر بشكل خطير قريب جدا من الصخور الحادة والحيد الصخري على الشاطئ، ومع الإضاءة الخلفية من السماء الرمادية الكئيبة كان صعب جدا نحكم على الحالة الحقيقية. بس أول ما مارك بدأ يجدف لبرا ظهرت الشراسة بوضوح. المية الباردة والقوية اللي بتتقلب كانت كأنها حية وكأنها عايزة تدمره. مارك كان تعبان من السفر بس حاول يتغلب على الإرهاق ومصر إنه ما يضيعش الفرصة. اختار الموجة بتاعته وبدأ يجدف بقوة عشان يلحق سرعتها. النزول على وش الموجة كان حاد بشكل لا نهائي. في نص النزلة مارك دخل في بقعة مية متكسرة فجأة ودخل اللوح يزحلق من تحته. وقع سقوط حر لمسافة 25 قدم وخبط في المية بخبطة عنيفة طلعت الهواء من صدره. الموجة ضربت مارك بدون رحمة وفضلت ماسكاه تحت المية ب3 ضربات ساحقة ورا بعض. نجوم لمعت ورا عينيه لما دماغه خبطت في الشعاب بخبطة تقيلة وصوتها كان مرعب. مارك كان محبوس تحت المية لدقايق طويلة جدا وما قدرش يطلع للسطح، وبعد ما حس إن الوقت وقف المية الهيجة أخيرا هديت. جسد مارك الواهن طلع على السطح وجسمه كان بيطفو فوق المية بفضل لوح ركوب الأمواج اللي لسه مربوط في رجله. واحنا قربنا من لوحه اكتشفنا انه لسه مربوط بلوح التزلج بتاعه، كان بيطفو ولسه على السطح. خبر وفاة مارك الصادمة في مافريكس اللي بقى سيء السمعة انتشر بسرعة وسط مجتمع راكبي الأمواج. إزاي أسطورة متمرسة زي مارك ممكن يقابل مصير مأساوي على موجة ركبها مئات المرات قبل كده؟ نبرة الذهول في التقارير في اليوم ده كانت بتوضح الصدمة اللي حسوا بيها بعد فقدان واحد من أمعارهم. إن مارك فوق يتغلب عليه موجة بسيطة كان شيء ضد كل منطق. إني أروح هناك وأشوفه عشان أبدأ أصدق إنه ده ممكن يكون حقيقي. وركعت وصليت ومسكت مارك ومسكت دراعه ومسكت صدره وقلت ليه؟ السبب الرسمي للوفاة الغرق. التحقيق في الحادثة الغير معقولة دي أدى لعدة استنتاجات. خبرة مارك ممكن تكون خلت عنده نوع من التهاون. تعبان من السفر ومطمن بسبب الأمواج الصغيرة، مارك اختار طريقاً عادية من غير دقته المعتادة. لما خبط في عائق في نص الموجة، مارك اتحدف بعنف على الشعاب الحادة تحت نتيجة سوء تقدير نادر منه. الحبل اللي رابط مارك بلوحته اتعلق في صخور حادة واحتجزوا تحت المية، ومع كل موجة بيضة جديدة بتغطيه مارك كان عاجز قدام غضب المحيط. خسارة واحد من أساطيرهم أثرت جامداً على المجتمع. حوالي 600 شخص حضروا جنازته اللي اتعملت في المكان اللي بيحبه في وامي باي وأشادوا بحياته.
وأثناء ما رموا رماد مارك في المكان اللي كان بيحس فيه إنه عايش بجد، بعض الناس يتساءلوا إذا كان شعاره عن تقبل التضحية القصوى كان بينبئ بموته المبكر، ولا يا ترى موجة عادية ظلمت وأخذت واحد من أعظم راكبي الأمواج في اليوم ده. الناس اللي كانوا قريبين من مارك من راكبي الأمواج كانوا عارفين إنه رغم المخاطر اللي موجودة هو كان بيستعد كويس جداً علشان يقلل فرصة الكوارث. مارك كان ببساطة بيجري ورا شغفه لما القدر القاسي تدخل. وفاة مارك فو الصادمة في مافريكس كمان أثارت جدل كبير حوالين أمان ركوب الأمواج الكبيرة. مياه مافريكس الباردة جداً والحيض الصخري الخطير تحت المياه بتزود المهارة والمخاطرة في نفس الوقت. مارك ما كانش لابس جهاز طفو وكان معتمد بس على الرباط اللي بيربطه باللوح عشان يسحبه لو وقع. في ناس قالت إن الرباط للأسف خانه وتعقد حواليه وحبسه. ده عمل جدل كبير حوالين مدى موثوقية الرباط، ولسه نقاشات دي شغالة في عالم ركوب الأمواج لحد النهاردة. لو لقيت القصة دي مشوقة ومحزنة في نفس الوقت، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تشوف قصص تانية زي دي. يا رب أشوفك في الفيديو الجاي.